وصلنا لآخر فيديو في سلسلة آسك، والنهاردة هنشارك معاكم إجابات لأهم الأسئلة اللي جات لنا واللي ممكن تسهل عليكم خطوة التمويل العقاري بمساعدة الأستاذة هند فهمي رئيسة قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري في بنك مصر. هل الموافقة على التمويل العقاري بتاخد وقت طويل؟ على حسب نوع الوحدة. لو الوحدة في جوه كومباوند أو تبع مثلا هيئة المجتمعات العمرانية، سكن مصر، جنة مصر وخلافه، ولو الوحدة مسجلة التمويل بيبقى في وقت قصير قوي. الوحدات التانية بنحتاج ندرس الورق بتاعها من الناحية القانونية، وده بيطمنا قبل ما ناخد التمويل إن الوحدة دي كويسة ومعلهاش أي مخالفات. طب إزاي أعرف إن القسط الشهري مناسب ليا؟ السؤال ده مهم قوي عشان كتير منا لما بيخش على دوبيزل وبيحسب القسط بتاعه على الكالكوليتر بيشوف إن القسط ده مناسب بالنسبة له حتى لو كان أكتر من 40% من دخله، وهنا بيتفاجأ لما بيروح البنك إنه مش هينفع وإن الحد الأقصى للقسط الشهري هو 40% من دخلنا. طب هل في حد أقصى للوحدات اللي أقدر أشتريها بالتمويل العقاري؟ مفيش حد أقصى للوحدات اللي أقدر أخدها بنظام التمويل العقاري طالما الدخل بتاعي بيسمح، وزي ما شرحنا قبل كده الحد الأقصى اللي أقدر أحطه للتمويل العقاري هو 40% من دخل الشهري. بس لازم ناخد بالنا إن فيما يخص مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري إحنا بنقدر نستفيد بيها مرة واحدة بس على مدار حياتنا. هل ينفع أنا ومراتي نقدم على تمويل عقاري لنفس الوحدة؟ ينفع طبعا، ساعتها بناخد 40% من دخل الزوج و40% من دخل الزوجة، وده بيبقى القسط الشهري الخاص بالوحدة السكنية، وبنكتب العقد باسم الزوج والزوجة. طب هل ينفع أقدم على التمويل العقاري وأنا شغال بره مصر؟ لو أنا بشتغل بره مصر وعندي دخل ثابت أقدر أثبته للبنك، ساعتها أكيد ينفع إن أنا أعمل قرض بمنتهى السهولة مع بنك مصر. أخش على بلاتفورم دوبيزل أدور على الوحدة المناسبة ليا زي ما شرحنا قبل كده، هنتأكد إن القسط مناسب لإمكانياتنا، وبعدين نخش على الويب سايت بتاعة بنك مصر هنلاقي المستندات المطلوبة هنملاها وهنكمل الإجراءات الموجودة في الويب سايت خطوة بخطوة. أنا بقسط دلوقتي مع المطور، هل لسه ينفع أستفيد من التمويل العقاري؟ أول ما الشقة بتاعتي تبقى جاهزة للاستلام زي ما شرحنا قبل كده سواء متشطبة أو مش متشطبة أقدر أخد عليها تمويل عقاري. ده هيحقق لي ميزتين، أولا إن أنا هقدر أخد التمويل بتاعي على مدة أطول وبالتالي القسط بتاعي هيصغر، ثانيا إن أنا هقدر أخد خصم كاش من المطور لأني هدفع المتبقي من ثمن الوحدة نقدا. وده كان آخر فيديوهات سلسلة آسك، جاوبنا فيها على استفساراتكم وصححنا المفاهيم المغلوطة وقربناكم خطوة لبيت أحلامكم مع دوبيزل وبنك مصر.